السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم بإذن الله هتكلم عن حاجة من أهم، وإن كانت كمان أهم حاجة في مجال التعليم عند بعض الناس، وهي الفلوس. يعني المكسب، أكسب كام من التعليم أونلاين. وأنا هركز اليوم على يعني بريبلي، نكسب كام من بريبلي وإزاي نعلي السعر في بريبلي، لأن دي حاجة من أكتر الحاجات اللي بسأل عنها في الفترة اللي فاتت، فحبيت اعمل لها فيديو مخصوص. وفي جزء كده مهم طبعا. المكسب دي حاجه مش غلط، وكلنا بنشتغل عشان نكسب فلوس، ولكن يعني اذا احتسبنا الاجر كده وصلحنا النيه، ربنا يصلح نيتنا، واحتسبنا كمان ان احنا بندرس عشان نكسب، ده مش غلط، ونؤجر كمان على كده. وكمان لو احتسبنا ان احنا بنعلم طبعا الناس القرآن والاسلاميات، فطبعا يبقى احنا زي ما بنقول ضربنا عصفورين بحجر، يبقى احنا اخذنا الثواب واخذنا الاجر الدنيوي، الفلوس. طيب، كتير من المعلمين بيسالني ابدا بكام على بريبلي، وازاي اعلي السعر، وامتى اعلي السعر. يعني كتير من المعلمين مثلا بيقول لي والله انا بقالي شهر في بريبلي وما جاليش ولا طالب. اول حاجه بساله عليها، انت حاطط سعر كام؟ يقول لي انا حاطط $10. يعني والله ببقى عايز اخبطه بطوبه في دماغه، بس يعني بنتكلم على تليجرام. فطبعا مش هيجي لك طلاب. خليني انا مش هقول لك حط كام سعر، انا هقول لك يعني الطالب شايف ايه وانت هتحدد تبدا بكام. دلوقتي انا طالب داخل بريبلي، تمام، لقيت واحد زي الاستاذ اللي كنت عايز اخبطه الطوبه ده، لسه معلم جديد، ما عندوش ولا ريفيو، ما عندوش ولا حصه، ما عندوش اي حاجه خالص، ما اعرفش حاجه عنه غير بس الفيديو، حتى لو كان فيديو كويس تمام مفيش مشكله، وصوره ومش عارف ايه وشويه وصف، تمام. ولقيته عامل حصه ب$10. فبدات اقلب في الصفحات، لقيت مدرس تاني عامل 2000 ساعه، وعنده مثلا 100 ريفيو، واخد 5 نجوم، وحاجه يعني عظيمه جدا، وبرضه عامل حصه ب$10. طيب انت كطالب هتخش مع مين؟ اكيد هتخش مع المضمون واللي الناس كلها متفقه على ان هو معلم كويس. فاكيد مش هشتغل معه اللي هو لسه معلم جديد ما اعرفش عنه حاجه. حتى ممكن المعلم الجديد يكون افضل من المعلم القديم، ممكن يكون عنده خبره اكتر، ولكن هو جديد على بريبلي. فانت دلوقتي داخل على بريبلي، انت معلم جديد في نظر بريبلي وفي نظر الطلاب، حتى تثبت العكس. طيب، من الاخر نبدا بكام على بريبلي؟ مهما كانت امكانياتك، ومهما كنت معلم يعني علامه، ما ينفعش تبدا باكتر من $3، الا في بعض الحالات ممكن تبدا باكتر، وخليها دي في الاخر. اقول لك امتى تبدا بسعر كبير وتنجح كمان في بريبلي ويجي لك طلاب، ولكن معظم المعلمين ممكن لازم يبداوا ب$3 بس. طيب دي اولا. ليه؟ عشان زي ما قلت لك انت لسه معلم جديد، محتاج تجمع ريفيوز، محتاج تعمل عدد حصص كبيره، محتاج تنتشر، محتاج تظهر، وهكذا، عشان تاخد ثقه، يكون في ثقه من الطلاب ان هم يحجزوا معاك. طيب، ازاي تعمل كده؟ ازاي تجيب ده كله؟ لازم الاول تبدا بسعر بسيط وتستحمل شويه. بصراحه بريبلي مش من الحاجات السهله ان انت تنجح فيها، لان المنافسه فيه شديده جدا، والمدرسين فيه كتير جدا. مدرسين اللغه العربيه اكتر من 7000 مدرس، فعشان تخش في وسط يعني مطحنه دي لازم تصبر وتستحمل شويه عشان تعلي السعر. طب هصبر قد ايه؟ مفيش رقم ثابت، ولكن في المتوسط لو انت بدات على بريبلي ب$3 وعملت بروفايل محترم وفيديو محترم، وبدا يجي لك طلاب على طول من اول اسبوع، فالعادي ان انت ممكن من مثلا 4 ل 6 شهور تقدر ان انت تبدا تعلي السعر. او بعدد الحصص برضو، لو انت مثلا عملت 200 حصه على الاقل، من 200 ل 300 حصه ل 400 حصه كمان، برضو ساعتها تبدا تعلي السعر. يعني عندك كذا حاجه، يكون عندك على الاقل 200 حصه، على الاقل 10 ريفيوز، 10 ريفيوهات كويسه محترمه، يكون معاك 5 نجوم، او يعدي عليك مثلا 4 أو 6 شهور. اصلا في ال4 أو 6 شهور هيكون غالبا عملت الرقم ده او اكتر منه شويه كمان، ساعتها هتبدا تعلي السعر. طيب تعلي السعر كام وازاي؟ خلينا بس نخلص موضوع البدايه، نبدا بكام وبعد كده اقول لك تعلي ازاي. طيب، ازاي بقى تبقى معلم وتحط مثلا $10 او $20 ويجي لك طلاب تشتغل من اول يوم؟ طيب ال7000 مدرس اللي احنا قلنا عليهم اللي في بريبلي، يعني ممكن مثلا نقول 6999 منهم بيتكلموا انجليزي وعربي، ده طبيعي.
صح كده. ممكن تلاقي واحد بقى، كام واحد كده، في ناس بتدخل بريبلي وما بتعرفش تتكلم انجليزي، وسبحان الله بيشتغلوا برضه بيتكلموا عربي بس. طيب فانت زيك زي ال 7000 مفيش فرق عنهم. امتى بقى تقدر تحط سعر قوي ويجي لك طلاب؟ لو انت بقى معاك اكتر من لغه، يعني انت معاك مثلا انجليزي، معاك الماني، معاك هولندي، معاك صيني، مثلا 3 4 لغات، لا انت يا باشا تدخل بريبلي تحط السعر اللي انت عايزه وانت حاطط رجل على رجل. طب برضه احط كام واعرف منين وكل الكلام ده؟ هديك مثال. لو انت مثلا معاك انجليزي ومعاك مثلا صيني، تمام؟ طيب تعرف سعرك ازاي؟ هتدخل على صفحة البحث عن المدرسين وتعمل فلترة للمعلمين اللي بيتكلموا انجليزي وصيني وبيعلموا لغة عربية للأجانب. هتلاقي عدد بسيط بقى، يعني انت المعلمين اللي بيتكلموا انجليزي هتلاقي ال 7000 معلم كلهم. لو انت فلترت بس على اللي بيتكلموا صيني فقط هتلاقي العدد قل كتير، هتلاقيك في اقل من ال1000 في الميات. انا عملت يعني احصائيه كده، ولكن انت لا، انت عملت احصائيه لاشهر اللغات، كل لغه فيها كام معلم، ولكن لا اسيبك انت تدور في الموضوع ده. هتدخل على الموقع، لو انت مثلا معاك لغه معينه زي ما قلت لك هتخش تفلتر على اللغه دي وتشوف كام معلم معاه بيدرسوا لغه عربيه باللغه اللي معاك دي، غير الانجليزي طبعا، الانجليزي كده كده اساسي، باللغه الثانيه، وتشوف رينج اسعارهم وتشتغل في الرينج ده. يعني غالبا مش هتلاقي حد بثلاثه، غالبا يعني مش هتلاقي حد بثلاثه، الا برضو لو العدد كبير قوي، لغه منتشره زي الفرنساوي مثلا. الفرنساوي برضو فيه كتير جدا بيدرسوا فرنساوي، فهتلاقي فيها منافسه شديده برضو، فهتاخد وقت. طبعا وقت اقل شويه، الموضوع هيكون اسهل شويه، ولكن برضه هتاخد شويه وقت لحد ما تعلي السعر. ولكن مثلا لغه قيمه ونادره مثلا شويه زي الصيني مثلا، الالماني مهمه جدا، هولندي، وهكذا، هتخش زي ما قلت لك تشوف المدرسين اللي بيدرسوا لغه عربيه ومعاهم اللغه دي بيشتغلوا بكام، وتشتغل في نفس الرينج بتاعهم. حتى لو كنت معلم جديد طبعا هتشتغل اقل منهم شويه، يعني مثلا واحد قديم شغال ب $20 والجديد شغال كله مثلا ب7 او 10، لا هتبدا مثلا من 7 او 10. طيب فكل ما كان معاك لغات اكتر ولغات نادره ومطلوبه هتقدر تشتغل بسعر كويس، او حتى على الاقل هتبدا بسعر بسيط، ولكن هتطلع بسرعه، لان اللغات دي هتكون مطلوبه طبعا اكتر من اللغه الانجليزيه. دي الحاله اللي انت تقدر تشتغل فيها بسعر عالي. طيب الجزء الثاني، ازاي بقى اعلي السعر؟ زي ما قلت لك من شويه، لما توصل مثلا عملت 200 او 300 حصه، معاك شويه ريفيوز حلوين، البروفايل بتاعك ظاهر دايما في الاوائل، يعني 50 100 150 ترتيبه يعني، ساعتها تبدا ترفع السعر. طب هترفع كام؟ يعني انت مثلا شغال ب $3، ما تجيش مثلا ترفع 7 مثلا، لا يعني ده كده اكتر من الضعف، لا طبعا دي قفزه كبيره، وغالبا لما تعمل كده هتلاقي ملفك طار في اخر الصفحات خالص، مش هيظهر. طب نرفع كام؟ يعني لو انت 3 ماكسيمم ترفع $5 وتتابع برضو، ترفع بقى 5 وتبدا تشوف كده الملف بتاعك ايه نظامه. لو لسه مستقر، حتى لو رفع حاجه بسيطه ولسه مستقر، يبقى انت كده ماشي مظبوط. تستمر على ال5 فتره. حسيت ان الملف بدا يضعف، لا ترجع تاني ل3 معلش، شويه يعني، شويه لحد ما تلاقي الملف فضل ثابت موقعه، يعني مش بيظهر في الاخر على $5 اللي انت رفعتها. ساعتها يبقى انت كده خلاص ثبت على $5، وهيجي لك على فكره طلاب بال$5. طب ال5 دي هتفضل عليها قد ايه؟ لا هتفضل عليها فتره شويه. انت فضلت هناك مثلا 3 او 4 شهور او 5 شهور او 6 شهور، ايا كان حسب يعني عدد الطلاب اللي عندك، ممكن تستنى قدهم او ممكن اكتر شويه. الموضوع مش سهل وبياخد وقت على فكره، ولكن لو اشتغلت ب$5 واستمريت عليها انت كده يعني كويس يعني، افضل من الاكاديميات وافضل من الكلام ده، وشغال طبعا عمل حر براحتك. طيب تعلي 7 امتى؟ نفس النظام برضو، كل ما تزود عدد حصص وتزود ريفيوز والملف بتاعك بيظهر في الاول، برضو تبدا ترفع ممكن ل$7. طب الماكسيمم بتاعك كام؟ يعني الماكسيمم يعني مش عايز اقول 10 كمان، 10 صعب، لا خلينا نقول 10 مش مشكله، يعني من 8 ل $10 ده الماكسيمم بتاعك في بريبلي. امال ايه الناس اللي بتحط 20 و$30؟ دي ناس يعني ممكن تكون بتهزر، او ناس زي ما قلت لك معاهم لغات كتير ومطلوبين وبيشتغلوا، او واحد يعني خلاص جدوله مليان ومش عارف يستلم طلاب تاني، فبدل ما يعمل اخفاء للملف لا بيعلي السعر مثلا $25-30، وطبعا كده مش هيجيله طلاب يعني، ما تقلقش. طيب كده اتكلمنا في حته ازاي تعلي السعر. طيب الماكسيمم بتاعك كام؟ ممكن $8 لو انت معلم طبيعي عادي معاك انجليزي وعربي بس.
طيب لو انت معاك لغات تانية، لا تقدر ترفع السعر، ممكن يوصل معاك لحد 20 او 25 دولار لو انت معاك اكتر من لغة. يعني يا رب اكون اتكلمت في كل المواضيع اللي تخص السعر، ودي يعني من اكتر الحاجات اللي بنتسأل عنها الفترة اللي فاتت. ولو كنت نسيت حاجة فيا ريت كده تفكروني في الكومنتس، واللي عنده اي سؤال يسألني في الكومنتس وان شاء الله ارد عليه. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم.